يا جماعة سيارات الهلال الأحمر في مراكز المناطق، كل منطقة سلطان بيلي، بغجلار مثلا، سري غازي، ندوان، المناطق هذول المركز المنطقة في سيارات الهلال الأحمر تقوم بأخذ عينات الدم من أجل التبرع. كل شخص بالغ قادر على التبرع يتوجه. فقط شخص يعني فقط أمرين يمنعان التبرع بالدم: وجود فيروس الكبد بي أو سي أو الإيدز، ووجود فقر دم شديد أو أمراض دموية شديدة. لكن ما تبقى إذا عنده ضغط أو عنده سكر أو عنده غدة درقية أو شيء، كله مسموح يتبرع بالدم. لنشارك مع بعض هذه الحملة. الوضع صعب جدا، الوضع خطير بالجنوب التركي والشمال السوري. تبرعات الدم هذه تستلمها منظمة الهلال الأحمر التركي، وتقوم بتوزيع عينات على كل من الجنوب التركي والشمال السوري. الجميع يتوجه للتبرع بالدم. هذا أمر مهم جدا تكسبون به الأجر إن شاء الله. وإن شاء الله الله يحمي البلاد والعباد من أثر هذا الزلزال الذي واضح أنه تبعاته مستمرة، ومع الأسف يعني هزاته الارتدادية مستمرة وضحايا بالازدياد.